اتعود انك تكون مغامر. المغامرات هي اللي بتعلم الواحد، من غيرها عمرنا ما هيبقى عندنا خبرة في الحياة. وانك تخرج بره قوقعتك ده هيخليك شايف العالم حواليك بيتكلم عن ايه. زمان كانوا بيطلبوا مننا نتعلم الكمبيوتر علشان نواكب العصر. الناس اللي متعلمتش هي اللي تعبانة في حياتها دلوقتي. وهقولك على فايدة من فوائد انك تكون مهاجر، انك بتتعرف على ثقافات وناس وسلوكيات جديدة، في منها اللي ممكن تتقبله وفي منها اللي هترفضه. وخد بالك ان اي رحلة فيها كنز. مش شرط الكنز ده يكون فلوس او مجوهرات، الكنز في الرحلة حاجات كتير، زي انك تطلع بصاحب جدع، او انك تعرفي شريك او شريكة حياتك، او انك تسبح في ملكوت ربنا وجمال خلقه. وخد بالك لو فاكر ان المشاكل مش هتجيلك لو فضلت في مكانك تبقى غلطان. المشاكل كده كده هتجيلك، بس انك تاخد خبرة من المغامرات ده هيخليك تعرف تعدي اي مشكلة تواجهك. لكن لو فضلت مكانك المشاكل هي اللي هتهزمك. فيلمنا النهاردة كوميدي بيحكي عن مغامرات بطة ما بتحبش تغامر زيك، وهتعرف النهاردة لما يقرر يغامر استفاد ايه. اعمل يا جدع لايك، قولي قول لي الله ينور، ما تشتمني وفي يبقى كده بتقدرني، انما بتعمل تقرا وما تعملش حاجه، تبحلق وتبرق بس بحلق وبرق انت داخل على عشان تبقى بحلق وبرق. بيبدأ فيلمنا النهاردة مع مكي مراد، وهو بيحكي لأولاده حكاية قبل النوم، ودايما بيخوفهم بإن في وحوش عايشين بره البركة اللي هم عايشين فيها، وإنهم لو خرجوا الوحوش دول هيأذوهم. لكن بتتدخل أمهم إلهام في الوقت المناسب لما بتلاقي أنس ونرمين خايفين جدا، وبتحذر مكي إنه ما يخوفهمش تاني. بس هو بيقول لها إنه بيعمل كده عشان بيحبهم، وإنهم لو فضلوا خايفين هيفضلوا عايشين معانا في أمان. وأنس ونرمين بيناموا، والصبح بنشوفهم وهم موجودين في البركة ومبسوطين وعمالين يلعبوا مع بعض. ومامتهم بتنده لأنس ونرمين علشان توريهم البط المهاجر اللي بينزلوا في البركة، وأنس بيروح يرحب بيهم هو ونرمين. وأنس بيخبط في بطة اسمها ريم وبيتعرفوا على بعض، وبيكتشف إنها على طول بتسافر هي وأهلها، مش زيهم عايشين في البركة على طول. وريم بتقوله ابقوا تعالوا معانا، هتحبوا السفر والهجرة قوي. لما باباهم بيشوفهم بيقول لهم إن ما تبعدوش عننا تاني. بس نرمين بتعترف على أنس إنه كان بيكلم بنت وقال لها إنه عايز يتجوزها. وأبو ريم وأمها بيرحبوا بمكي وأسرته وبيقولوا له إن هم مسافرين جامايكا وإن المية هناك بتنور لو حابين يجوا معاهم. بس مكي بيكلم الضيوف بقلة ذوق، بيقول لهم إن هو موجود هنا هو وعيلته ومستريحين ومش عايزين يسافروا. والضيوف فعلا بيمشوا، وإلهام بتتضايق من مكي وبتقول له اللي انت عملته ده قلة ذوق، ومش عشان انت خايف تخلينا احنا كمان خايفين وما نشوفش الدنيا. ولما بيقول لها لا هنفضل هنا بتزعل هي والاولاد. وبالليل وهو مكي واقف بيلاقي انكل جاد كان دافن نفسه في الرمله، وبيقول له ان هو سمع كل حاجه وان انت صح وما تسمعش كلامهم. احنا هنا عايشين عيشه اخر بغداده، وفي اكل وكل حاجه عايزينها، خليك هنا علشان تعيش لوحدك زيي. بس مكي لما بيفكر في الكلام بيروح لاسرته الفجر علشان يصحيهم، وبيقول لهم ان هو موافق ان هم يهاجروا ويلا بينا عشان نروح جامايكا. وكلهم بيفرحوا قوي وحضنوه. وانكل جاد لما نرمين بتشوفه بتقول له ان يجي معاهم، بس هو بيرفض لحد لما بتفضل تتحايل عليه لحد لما يوافق. وكلهم بيجهزوا للطيران وبيطيروا، ودي بتكون أول مرة يخرجوا بره البركة. بس هم طايرين بيلاقوا كل الطيور التانية والبط التاني بيطيروا عكس الاتجاه، لحد لما بيلاقوا إن هم داخلين على عاصفة، وبيضطروا إن هم ينزلوا ويستنوا العاصفة إنها تخلص والمطر علشان يكملوا طريقهم. بس بيلاقيهم البرشوطة الحزينة اللي اسمها عين، وبتاخدهم معاهم البيت بتاعها هي وجوزها هاني. وعيلة البط بتبقى خايفة ان البرشوطة هتاكلهم، ولما البرشوطة بتنام هي وجوزها عيلة مكي بيبقوا عايزين يهربوا منها، بس بيلاقوها صاحية. وكان في سمكة متوحشة هتاكل أنس ونرمين، بس الحمد لله البرشوطة هي اللي أنقذتهم، وهي كويسة هتخليهم يباتوا عندها في البيت ومش هتاكلهم ولا هتأذيهم. ومكي وإلهام بيشكروها إنها أنقذت ولادهم. ولما بيجي الصبح بتسيبهم يخرجوا عشان يكملوا طريقهم، وبتودعهم هي وجوزها هاني، وبيرجعوا يكملوا طيران تاني. ولما بيطيروا فوق السحاب بيتبسطوا من المنظر جدا، لدرجة انهم بيقعدوا يلعبوا في السحاب ويدخلوا جواه، بس بيلاقوا حاجة لونها احمر بتنور وما بيبقوش عارفين ايه دي. ولما بييجوا ينزلوا عشان يشوفوا الطريق بيلاقوا انهم في وسط المدينة وحواليهم ابراج وناطحات سحاب من كل ناحية، وبيطيروا وسط الناس، ولكن بيتفرقوا بسبب العماير الكبيرة ويتوهوا من بعض لحد ما بيرجعوا يتجمعوا تاني، وبيلاقوا نفسهم وسط العماير. وبالنسبة لهم ده مكان غريب، ما بيلاقوش انكل جاد
ولما بيدوروا عليه بيلاقوه في الجنينة بيتخانق مع الحمام على سندوتش، وبيدخل ميكي يدافع عنه بس بيشتم الحمام لحد لما بتيجي زعيمة الحمام واسمها خيبة، وخيبة بتكون برجل واحدة وبتقول لميكي انتوا الناس بتقعد تأكلكم ورغم كده عايزين برضو تاكلوا أكلنا، وانت جاي حتة بطة تهزقنا أما عجايب بصحيح. بص يا اسمك ايه، انا زعيمة الحمام ده واللي يفكر يهزقهم هعرفه شغله كويس. بس إلهام بتلحق تتدخل بينهم وبتقول لها احنا اسفين ما كانش قصدنا، وعلى العموم هنديكم نص السندوتش اللي مع انكل جاد، وبتقول لهم ان انتم لو احتجتوا اي حاجه انا في الخدمه. إلهام بتقول لها احنا عايزين نعرف ازاي نروح جامايكا. خيبه بتقول لها تعالوا معايا انا هوديكم عند واحد صاحبي عارف الطريق سحابه. وخيبه بتوديهم مطعم اللي موجود فيه البغبغان اللي اسمه بدوي، وبدوي بيبقى محبوس في قفص في أوضة صاحب المطعم، ولما ميكي بيقول له تعرف الطريق لجامايكا بيعيط، وخيبة بتحكي لهم ايه اللي حصل معاه وان الشيف خطفه من جامايكا وحبسه في القفص من ساعتها. ولما بيقعد يعيط كتير عيلة ميكي بيقرروا ان هم ينقذوه ويرجعوه تاني جامايكا. ولما أنس بيقرر يفتح له القفص بيقول لهم ان مفتاح القفص موجود مع الشيف في كل حتة، وبيحذرهم ان الشيف لو شافكم هيذبحكم ويقدمكم للزباين عنده. فبيقرر ميكي ان هو يروح يجيب المفتاح من الشيف، وبيتسحب لحد المطبخ وبيشوف المفتاح وهو متعلق في البلطو بتاعه، وبيفضل يتسحب عشان يروح يجيب المفتاح. بس وهو بيتسحب في الطريق بيلاقي إلهام هي كمان معاه، وهما بيجيبوا المفتاح إلهام بتدوس بالغلط على مفتاح الطفاية وتخليها تلف في المكان، وده بيخلي الشيف ياخد باله منهم ويجري وراهم عشان يمسكهم يذبحهم. والحمد لله بيهربوا منه وبيخرجوا للصالة، وبيكون الزباين هيرقصوا كلهم الصلصة، وميكي وإلهام بيبقوا مش عارفين يتحركوا وسط الناس فبيقرروا ان هم يرقصوا زي الناس الصلصة علشان محدش يدوس عليهم، وفعلا بينجحوا في ده. بس برضه صاحب المطعم بيطاردهم، ولما بيطلعوا الأوضة عشان يخرجوا بدوي ميكي بيحاول يفتح الباب ببقه بس أنكل جاد بيخبط ميكي بيخليه يبلع المفتاح، وخيبة بتروح تقفل الباب بالمفتاح علشان الشيف ما يلحقش يدخل، وكلهم بيحاولوا يطلعوا المفتاح من بق ميكي لحد لما الشيف بيكسر الباب وما بيلاقيش حد في الأوضة، وعيلة ميكي بيبقوا مستخبيين ورا العمود، وميكي ماسك بالونة الهيليوم بس للأسف البالونة بتفرقع وبيضطر ميكي إن هو يبلع كل الهيليوم، والشيف بيشوفه وميكي بيطير في الأوضة بسبب الهيليوم وبيخبط الشيف والمفتاح بيخرج من بقه، وبدوي بيمسك المفتاح ويفتح لنفسه وبيخرج من القفص وبيبقى حر، وبيشكر ميكي وعيلته إن هم حرروه وبيقول لهم إنه هيوديهم على جامايكا، وكلهم بيطيروا لحد هناك وهم طايرين في الجو. نرمين بتقول لمامتها انها عايزه تعمل بيبي بس ما بتبقاش عارفه، مامتها بتقول لها اعملي وانت طايره، لكن هي بترفض وبتخليهم كلهم ينزلوا عشان تعمل في مكان متداري وهي على الارض، بس بتلاقي عين بتبص عليها بالصدفه، ولما ميكي بيروح يشوفها هي ايه دي بيلاقوا ان دي بوابه بتوصلهم على مزرعه اللي بيلاقوا البط فيها بيلعب يوجا، وبيبقى الكابتن بتاعهم اسمه جوجو، والبط بيرحب بيهم وبيدخلوا حديقه الوئام والانسجام وبيقولوا لهم يا ريت تفضلوا معانا النهارده، والاولاد بيتحايلوا على ميكي انهم يفضلوا لاخر اليوم، وميكي بيوافق انهم يقضوا اليوم معاهم وبيروحوا يتبسطوا. وانس بيشوف شاحنه جايه من بره، ولما بيروح يشوف ايه الشاحنه دي بيلاقي ان دي الشاحنه بتاعت الشيف، وبنلاقي ان صاحب المزرعه اخد فلوس من الشيف عشان يبيع له كل البط اللي عنده، وكل البط بيبقى رايح يركب الشاحنه، وانس بيمسك جوجو عشان يمنعه وبيقول له ان انتم هتروحوا هناك عند الشيف هيسلقكم، وميكي بياخد باله، ولما بيروح لهم بيلاقي ان الشيف واقف وبيطلب من انس ان هو يرجع لمامته، وانس ما بيسمعش الكلام وبيروح يحذر البط، بس للاسف الشيف بيمسكه وبيدوس على ريشه، ولما انس بيهرب منه بيلاقي ريشه اتقطع، ولما ميكي بيروح ينقذه الشيف بيطلع سكين عشان يذبحهم هما الاتنين، بس ميكي بيقول لبقيه البط الحقوا اهربوا دلوقتي، وكلهم بيجروا والشيف بيقع وكل البط بيهرب وبيطير، بس انس ما بيبقاش عارف يطير. ميكي بيقول له اركب على ظهري وبيلحقوا وبيطيروا ويهربوا من الشيف، وكل البط بيبقى تعب من الطيران، وميكي بيقول لهم تعالوا ننزل نستريح شويه، ولما بينزلوا عشان يستريحوا ميكي بيزعق لانس ان هو ما سمعش الكلام وانه بسبب كده كان ممكن يموت، ويقرروا ان هم كلهم يناموا علشان يكملوا طريقهم بكره، والليل بيكون دخل والبط كله بيكون نايم، بس الشيف بيكون راكب الطياره بتاعته وبيدور على البط علشان يصطادهم، ونرمين بتلاقي انس قاعد لوحده وبتروح تاخده بالحضن عشان حست ان هو زعلان، بس انس بيرفض وما بيبقاش عاوزها تحضنه، بس هي برضه بتحضنه غصب عنه، والشيف بيلاقي البط وهو نايم، ولما بيجي البط يهرب
بينزل عليهم شبكه من الطياره وبيمسكهم كلهم وبياخدهم وبيطير، بس ما بيبقاش خد انس ونرمين علشان بيستخبوا وما بيبقوش يا عيني عارفين يطيروا لان انس ريشه بيبقى متقطع. والشيف بياخد مكي والهام بيحبسهم في قفص لوحدهم وبيحبس باقي البط ومعاهم بدوي في قفص كبير وبياخد القفص بتاع مكي والهام وبيخليه جنبه. ونرمين بتقعد تعيط على باباها ومامتها، وانس بيقول لها ان احنا مش هنسيبهم ولازم هنلاقي طريقه علشان نروح وراهم ننقذهم. والهام بتقعد تلوم نفسها ان هي ما سمعتش كلام مكي وان ما كانش لازم يسافروا ويعرضوا حياه ولادهم للخطر، بس مكي بيشجعها وبيقول لها احنا وقت الخطر ما بنستسلمش، احنا بنقف وبنقاوم. ولما بيقف بيلاقي ان القفص اترفع من على الارض وبتقرر الهام ان هي تعمل زيه والاتنين يحركوا القفص من غير ما الشيف ياخد باله. وبدوي وانكل جاد بيقولوا لهم يمشوا ازاي علشان يوصلوا من غير ما الشيف يحس. ولما بييجوا ينطوا عشان يفتحوا الباب لبقيه البط الشيف بيمسكهم، بس الهام بتعضه من مناخيره. لكن بيقرر بدوي ان هو يتحرر من الظلم اللي كان الشيف موريهوله وبيقعد يحدف هو وباقي البط عليه الخضار والفاكهه اللي كان جايبه للمطعم. ولما بيحدفوه بواحده قرع بتيجي في وشه وبتخليه يغمى عليه وبيقع على مفتاح باب الطياره وباب الطياره بيتفتح والشيف بيقع ومكي والهام بيقعوا معاه، بس الشبكه بتمسك الشيف ومكي بيمسك في شعر الشيف بس للاسف بيقعوا. ولكن بيجي انس وهو لازق ريش بدوي في جناحه وبيحاول هو ونرمين يفتحوا القفص، وفعلا بيعرفوا يفتحوا القفص ويحرروا باباهم ومامتهم ويحضنوا بعض. وباقي البط بيفضل يخبط القفص لحد ما بيكسروه وبيطيروا منه ويهربوا ويفضلوا يطيروا كلهم علشان يروحوا جامايكا. بس لما بيوصلوا في نص السكه بيكونوا تعبوا وبينزلوا يستريحوا في البحر وبيفتكروا ان هم تايهين لحد لما بيلاقوا الميه اللي بتخبط فيهم بتنور وبيعرفوا ان هم كده قربوا يوصلوا لجامايكا. ولما بيجي الصبح بيبصوا يلاقوا نفسهم ان هم جنب الجزيره ومكي بيشجع انس وبيقول له يلا طير بينا، وفعلا انس بيطير بيهم لحد لما بيوصلوا الجزيره. وبدأوا بيفرح قوي ان هو وصل الجزيره وبيقابل اهله وكل البغبغانات بيفرحوا برجوع بدوي وبيبقوا طايرين في شكل جميل. ومكي والهام بيقابلوا اهل ريم وانس لما بيشوف ريم بتعجب بجناحاته ومكي بيشكر الهام انها ساعدته يتغلب على خوفه. وكل البط والبغبغانات بيقعدوا يرقصوا على الجزيره. ولما بيجي يدخل عليهم فصل الربيع بنلاقي نرمين صاحبة تمساح وكانت عايزه تاخده معاهم في الرحله اللي جايه، بس مامتها بتقول لها مش هينفع. ولما بيدوروا على مكي بيلاقوه جاي ومعاه بطريق تايهين مش عارفين الطريق وبيقول لهم ان هو هيوصلهم للقطب الجنوبي. ولما انكل جاد بيقول ان هو مش هيروح القطب الجنوبي كلهم بيقعدوا يتحايلوا عليه علشان يروح معاهم. وبكده يكون خلص فيلمنا. وبما انك وصلت لهنا عايزك تعمل لايك وكومنت علشان ده بيشجعنا نعمل فيديوهات اكتر. وطبعا ما تنساش تشوف الافلام اللي فاتت والافلام اللي جايه. وبما انك على اليوتيوب فدوس على اشتراك علشان تسمع صوته ومستنيك في الفيلم الجاي. اوعى تنسى وما تجيش. سلام.